السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. رجعت لكم بعد غياب طويل بهاد البسطيلة اللي جربتها وعجبتني بزاف، وقلت علاش لا ما نجربهاش معكم. هاد البسطيلة هي ديال الدجاج، كتختلف على البسطيلة التقليدية اللي كنصايبو، ولكن صدقوني راه كتعطي نفس البنة او احسن. البسطيلة درناها بالكفتة ديال الدجاج، ما كاينلاش نديرو كفت الدجاج طراف ومن بعد نفسخوا ليه العظم ديالو وداكشي كيف ما موالفين كنديرو. انتما غتبعوا معايا ان شاء الله الطريقة وغادي تجربوها، وانا متاكده انها غتنال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش ملي تشاهدوا الفيديو بارطاجيو ولي لايك وتشجعونا بالمزيد من العطاء. بقاو معايا باش تشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير والمقادير في نفس الوقت. كناخذوا مقلاة ونضعوا فيها القليل من زيت المائده وشويه ديال الزبده. تقدروا ديروا زيت الزيتون وزيت المائده تخلطوا مع بعضياتهم، اولا زيت المائده بوحديتها. كناخذوا هنا عندي 4 ديال البصيلات ما كبارينش بزاف. هنا الكميه ديال البصله على حسب الكميه اللي غادي توجدوا نتومايا ديال الدجاج. كنضيفوا عليها 4 ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، وكنخلطوا ديك البصله حتى تشحر لينا وتدبل لينا مزيان. من بعد غنضيفوا عليها داك الدجاج اللي عندي. هنا عندي البصله من بعد ما دبلات ليا كتجي على هذا الشكل. دابا غنضيف عليها الكفته ديال الدجاج. انا هنا كيفاش درت الكفته ديال الدجاج، شديت الدجاج عندي مقطع الى قطع وحطيته في المجمد ودرته في الطحان حتى ولا ليا على هذا الشكل. واللي ما بغاش يطحنوا يقدروا يقطعوا قطع صغيره جدا. بالنسبه لهاد الطريقه ما فيهاش تكلف بزاف، انكم تشدوا الدجاج وديروه في كوكوط وتبداو تفصلوه عاوتاني تحيدوا منه اللحم تفصلوه على العظم. هنا ماشي بالضروره تكون كفته مطحونه بزاف، غير يكون مقطع داكشي مزيان مزيان راه كيجي لذيذ. دابا غنضيفوا شويه ديال الربيع. انا بالنسبه للعطريه عندي شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم عرق، وشويه ديال القرفه، وشويه ديال الابزار والملحه. وهنايا غندير شويه ديال السمن. تقدروا ديروا زعفران الحر، تقدروا ديروا ضمات البنه ديال الزعفران اللي متوفر عندكم. غنضيفوا كلشي مع بعضو، غنخلطوا المكونات كاملين تينسجموا ليا مع ديك العطريه. هنا كلشي كيطيب دقه واحده. غنستمروا في الطهو حتى ينشف ليا داك الدجاج من الماء اللي كيطلق ليا هو وداك البصله. هنا التشويه ديالتي ها هي بدات كتوجد. دابا غنزيدوا ليها شويه ديال العسل ولا شويه ديال السكر سنيده اللي متوفر عندكم، كل واحد شنو كيبغي. انا غنضيف عليها شويه ديال العسل، ديروا معلقه حتى 2 معالق على حسب درجه الحلاوه اللي كتحبوا. استمروا في التحريك حتى تنشف لينا ديك الحشوه كيف ما قلنا، كاع داك الماء اللي في داك الدجاج يتسلق باش ما يخسرش لينا الورقه ديال البسطيله ديالنا. هنا غنبقاو نحركو حتى يتحمر لينا داك الخليط، يعني يبدا يغمق اللون ديالو ما يبقاش فاتح بحال هكا. التحريك كتبقاو تقلبوها بحال هكا مزيان، يعني ما توقفوش باش ما تحرقش لكم من تحت والفوق ما تبقاش محمره. هنا بالنسبه للخليط ديالنا ها هو وجد، هانتوما شوفوا كيفاش كيجي كيتشحر مزيان في داك العسل اللي درنا. دابا غنحطوه يبرد وندوزو باش نوجدوا اللوز اولا القرمشه اللي غتجي من الفوق ديال هذا الخليط. هنا عندي بالنسبه للوز خديته حمرته بقشورو ما سلقته ما والو. غنضيف عليه واحد الزا زهر، وغنضيف عليه قياس 2 معالق ديال السنيده كبارين. انا عندي معلقه صغار، انا عندي 4 ديال المعالق صغار. وغنضيف ايضا قياس تقريبا معلقه صغيره ديال القرفه. هنا حيت البسطيله ديال الدجاج كتواتى المذاق ديالها مع القرفه. غنخلطوا هاد المكونات كاملين. الناس تقدروا تضيفوا الزبده، انا ما غاديش ندير الزبده حيت ديجا الخليط عندي ميدم، نكتفي بالخليط بحال هكا. الا بغيتوا تضيفوا شويه ديال الزبده تقدروا تضيفوها. غنحطوه على جنب بين ما يبرد ليا داك الخليط ونوجدوا البسطيله ديالتنا نعمروها. هنا البسطيله نقدروا نعمروا بسطيط لا صغار، نقدروا نديروها وحده كبيره. غناخذوا ورق ديال البسطيله، انا خديت ورق ديال البسطيله صغارين في الحجم. هنا غتحتاجوا واحد المول صغير اولا اطار يكون مدور باش تراسيو به الشكل ديال البسطيله ديالكم. هنا بطبيعه الحال تقدروا ديروا بسطيله كبيره الا بغيتوا. ندير لها شويه ديال الزيت
ندهنوها باش ما تلصقش لنا داك الورقه في القاع ديال المول. ملي غتقلبوا داك المول اوتوماتيكمون غيجيكم داك اللوز هو اللي في الطبقه السفليه. ضروري من الزيت هو اللي كيخلي لنا دوك الوريقات مقرمشين ملي كيطيبوا، وفي نفس الوقت ما كيجيوش قاصحين. الزيت كتخلي داك الورقه ديال البسطيله تكون رطبه ملي كتكون كتكال، ما معجناش وفي نفس الوقت رطبه. غناخذوا اللوز وداك اللي خلطناه مع سكر ساليدا ومع الزهر، نوزعوه بحال هكا من الاسفل غير باش نديرو الخليط اللي فيه الدجاج والبصله، ونضغطوه بحال هكا كما العاده الجوانب. دابا غناخذوا واحد الوريقه نطويوها بحال هكا الجوانب ونديرو هكا ونضغطو مزيان، ونمشيو نحطوها نقلبوها في فوق من لاطا نيشان. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو قادين طراسين مزيان. نستمر حتى نكمل كاع دوك البسيطلات اللي عندي. كندخلوهم من الفرن تيتذهبوا لنا من الاسفل ومن الاعلى ويعطيونا داك اللون مذهب وزوين، ومن بعد نخرجوهم ونزينوهم بالطريقه اللي بغينا، سواء باللوز كونكاسي سواء تقدروا ديروا غير سكر كلاص والقرفه اللي متوفر عندكم في المنزل. وتبارك الله عليكم وشهيه طيبه، ونخليكم مع النتيجه النهائيه. هذه هي النتيجه النهائيه ديال بسيطلات بالدجاج اللي صايبنا، راه كيجيو رائعين بزاف، البنه ولا اروع، كيجيو ساهلين بزاف في التحضير، ما كاينلاش تشدوا الدجاج وتشرملوه هذا باش تفصلوا لي العظم ديالو. صراحه الطريقه سهله بزاف عجباتني وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم. انا هنا وحدين درت ليهم اللوز كونكاسي اولا غير اللوز الا كان عندكم محمر تقدروا تطحنوه وديروه كيف درت انا هنايا. تقدروا ديروا اللوز ايفيلي، ديروه هو الاول العسل، دهنوا بهم دوك البساطل ديالكم، ودرجه الحلاوه كتبقى على كل واحد والذوق ديالو. اللي كيبغي الحلاوه بزاف يقدر يزيد بكثره، وانتم كتذوقوا كتعرفوا درجه الحلاوه اللي كتعجبكم. طريقه التزيين كتبقى اختياريه، المهم هو الظهر البساطل كيجيو غزالين بزاف. كنتمنى تجربوهم، اكيد غينالوا الاعجاب ديالكم، والى وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.